النادي الاهلي، ووصلت بعثه النادي الاهلي لتنزانيا استعدادا لمواجهه الاهلي الهامه طبعا والقويه. هتكون امام سيمبا التنزاني، مباراه هتكون يوم الجمعه القادم ضمن مباريات الذهاب لدور ربع النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. المباراه بعد بكره خلاص، ويمكن انضم لبعثه الاهلي اللي غادرت الى تنزانيا فجر اليوم مجموعه طبعا اللاعبين الدوليين اللي شاركوا مع منتخبنا في مباراه كرواتيا الوديه، وبكل تاكيد خلاص بينضموا للنادي الاهلي. اكيد هيكون عندهم بعض الاجهاد الشديد اكيد بعد مباراه الامس، وهيكون الفرق الزمني 48 ساعه فقط. ومعانا كمان صور وصول بعثة النادي الاهلي الى تنزانيا، عندهم مباراه قويه جدا كمان 48 ساعه امام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا الشامبيونز ليج الافريقي. بكل تاكيد مواجهه هتكون قويه جدا. فريق سيمبا فريق قوي، يمتلك لاعبين دوليين، يمتلك لاعبين جيدين في كل الخطوط، عنده مدير فني جيد جدا، وشفناها في بطوله الدوري الافريقي وما قدرش النادي الاهلي ان هو يفوز عليه. المباراتين انتهوا بالتعادل. في كل تاكيد المواجهه هتكون قويه جدا بين السيمبا والاهلي مباراه الجمعه. في مباراه الذهاب ان شاء الله النادي الاهلي يرجع بنتيجه ايجابيه، ان شاء الله الفوز او على اقل تقدير التعادل عشان يسهل المأموريه